السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض أكلة حلوة قوي، سريعة وتشرفك قدام ضيوفك. شايفين المنظر؟ الا بقى لما تستوي ريحتها تحفة. في البداية نحط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل الجرس، وندخل على الفيديو ونشوف مقادير أكلتنا ايه بالظبط. تمام. ممكن هتنفعك في سفرة رمضان، هتنفعك لو انتي مستعجلة على عزومة عندك. تمام كده. هجيب صدور فراخ او آه قطع من البانيه الفراخ. تمام. المهم ان انت تقطعيها تكون ايه مستميكه قوي. واجيب بقى ايه قطع الفراخ بتاعتي وادقها كده بالمدق، بس من الناحيه اللي هي ايه المستويه. تمام كده. واكون حريصه وانا بدقها عشان ايه ما تتهريش مني بالشكل ده كده. خليكي معايا واحده واحده، الاكل هتعجبك جدا وتغيير في سفرتنا. خلاص كده. نبتدي بقى نعمل كل القطع عندي بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين اهو كده. فرضا لو قابلتك حتة تكون فيها القطع ولا حاجة، هوريكي برضو احنا هندويها ازاي. بس خليكي معايا ونشوف الفيديو بتاعنا بالتفصيل. خليكي معايا لاخر الفيديو وهيعجبك جدا. تمام. اكلة جديدة وحلوة وشكلها تحفة، ممكن تتحط على السفرة جنب الأكلات التانية. متنسيش تحطي اللايك، تشتركي في القناة، وتفعلي الجرس. تمام كده. أنا قبل ما أدق القطع البانيه كده، طبعا نقعتها في الملح والسكر والليمون، ونشفتها كويس أوي وصفيتها قبل ما ايه ما ادقها. او شايفين الحتة اللي انا بدق بيها. تمام. بعد ما خلصت كده احطهم بقى، الفهم بقى في الكيس، واجيب بقى بولة كده واحط عندي بابريكا وبهارات فراخ. احنا البهارات بتاعتنا مش هتبقى كتيرة، وملح وفلفل، واعصر ليمونة كده. تمام بالشكل ده كده. واقلب بقى البهارات بتاعتي كده مع الليمون، وابتدي بقى اجيب قطع الفراخ بتاعتي وتبلها بالبهارات اللي انا حطيتها مع الليمون. طبعا الليمون بيمنع طبعا زفارة الفراخ ونصيحة يعني لما تيجي تغسليها ما تحطيش خل، حطي ليمون. تمام كده. هجيب بقى كيس كده عشان الدنيا بتاعتي ايه ما تتوسخش، واحط بقى اجيب اول قطعة. عندك بقى اي نوع جبنة استعمليها، عندك اي نوع حشوة حطيها. هحط شوية جبنة موتزاريلا، عندي فلفل، عندي شرايح طماطم وزيتون مخلي. وابتدي بقى ايه الف القطعة بتاعتي بالشكل ده كده. فرضا ان انت مش عايزة تحشيها الحشوة دي، ممكن تحشيها اي حشوة تاني. تمام كده. عايز تحشيها جبنة بس ممكن. شايفين بقى القطعة المقطوعة دي؟ ممكن ايه انا ايه بدويها وانا بلف. احط كده شوية جبنة، احط برضو فلفل بكل سهولة في الاثناء دي، واحط طماطم وزيتون. في الاثناء دي انا مولعة طبعا الفرن بتاعتي عشان تكون سخنة، عشان لما احط الفراخ بتاعتي ما تاخدش وقت. الفها كده. ممكن تعمليها بالخلة، وممكن تحطيهم جنب بعض زي ما انا هوريكي. مش محتاجين خلة. والحتة هي اللي مقطوعة كان في حتة فراخ حطيتها عليها عشان ايه بحيث الحشوة ما تطلعش منها. تمام كده. شايفين؟ ممكن تستغني عن الزيتون وتخلي وتحطي جبنة وطماطم وفلفل. وممكن بلاش جبنة موتزاريلا، حطي جبنة تانية فيتا، اي نوع جبنة عندك. حطي جبنة رومي، اصابع موتزاريلا. بص شايفين انا حطاها ازاي؟ فانا مش محتاجة الخلة في حاجة. تمام. جبت بقى معلقة صلصة وشوية زيت
وفلفل. مش هحط ملح لان انا متبله الفراخ بالملح. حطيت معلقه عسل ابيض وشويه ميه. تمام كده. واقلب بقى الطماطم بتاعتي مع برضو عصره ليمون. تمام كده. وابتدي بقى اجيب فرشه وادهن وش الفراخ بتاعتي بالشكل ده كده. تمام. اللي لسه نزل لايك يحط اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس ويكتب كومنت بيتفرج عليا من انهي بلد، ولو جربتوها اكتبوا كومنت ان احنا جربناها وطلعت معاكم ايه. تمام كده. مش لازم نعمل البانيه ان احنا ايه نقعد نحمره بالبيض والبقسماط، احنا بنجدد في اكلنا. تمام. خلصت بقى اهي معانا واتحمرت كويس قوي. حط بقى شويه بقدونس كده من على الوش. طبعا هتحطيها في طبق لما تيجي تقدميها. تمام. ايه رأيكم بقى؟ يا رب يكون الاكل النهارده عجبتكم. استنونا في وصفات تانية كتيرة. اسيبكم في رعاية الله احلى واغلى متابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.